بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عروسة وكل ست بيت بتتفرج علينا دلوقتي تركز قوي عشان النهارده هنشرح لك طقم مهم جدا، طقم كل ست بتحتاجه في بيتها وبتحتاجه في العزومات وبتحتاجه في كل حاجة، طقم العشاء البورسلين أو السيراميك. احنا يا جماعة الصراحة عندنا في العشاء عندنا نوعين، في بورسلين وفي سيراميك، وانا عارفك الفرق بين البورسلين والسيراميك. طيب تكوين العشاء بيبدأ من كام؟ معاك من 18 لحد 46 و50 قطعة. ده طقم العشاء. عندنا منه ديكالات كتير، عندنا منه المربع وعندنا منه المدور وعندنا منه اللي هو الزجزج وعندنا منه اللي هو اللي فيه بعض اسمه ايه ده اسمه ايه؟ مضلع. المضلع. كلمة مضلع اتشالت من القاموس الثاني. وعندنا منه الطقم المدور. هنشرح لحضرتك كل طقم على حدة ونعرفك الفرق بين كل طقم والتاني والتكوين بتاعه وازاي تتعاملي مع الطقم بتاعك. ده من الاطقم المهمه جدا في بيتك كعروسه او كست بيت. تابعينا على صفحتنا على اليوتيوب هتعرفي كل حاجه عن طقم العشاء. دلوقتي هنشرح لحضرتك اطقم العشاء. عندنا طقم العشاء بيبدا من 18 قطعه، وده بيبقى عباره عن 6 اطباق مسطحين، ثم 6 اطباق غواء، ثم 6 اطباق بتوع الجاتوه، وليكن حاجه زي كده. ده نموذج، ده الست اطباق بتوع الجاتوه يا جماعه، تمام؟ ومعانا الست اطباق الغواط، ومعانا ده الست طبق غويط، ومعانا الست طبق اللي هم المسطحين. ده طقم 18 قطعه بيكون ستات بالشكل ده، مسطح وغويط وجاتوه. طيب في مستحيل تلاقي في طقم العشاء 18 البوله، ليه؟ لان هو يعتبر بيديك اساسيات الطقم الاول. طيب ايه اللي من اول 24 بيبدا معاك الطبق الغويط زي كده، بيكون معاكي كمان 6 بول غوط اهو. ده طقم العشاء ال 24. معاكي بقى طقم العشاء ال 30، معاكي ال 32، معاكي 35، زي ما انت عايزه قولي لحد 50 قطعه زي ما قلنا. طيب معانا طقم عشاء تاني عباره عن 32 قطعه بيكون بالشكل ده وبالتكوين ده. طقم العشاء ده يا جماعه عباره عن 6 اطباق مسطحين، 6 اطباق غوط، 6 بول، 6 اطباق للجاتوه، 6 فناجيل، ومعاه طاجن فرن بالغطا. وبيمشي بعض الاحيان بيمشي بوله زي ما حضرتك عايزه تشغليه بيشتغل معاك. عندنا منه المدور وعندنا منه المربع. عندنا برضو طقم تاني يا جماعه المضلع، وده من الاطقم الجميله جدا اللي عليه ضغط اليومين دول في السوق المصري. بيكون بالشكل ده وبيكون معاه طاجن فرن زي ما حضرتك شايفه، بيكون الطبق بتاعه مضلع، بيكون حتى رسمه الفنجان والبوله بتوعه مضلعين، بيكون بالشكل ده، الطبق بيكون معاكي بالشكل ده. ده بورسلين يا جماعه، ده طقم بورسلين، تمام؟ ده بيكون معاه 6 دول بالشكل ده، دول ال6 دول بتوع الطقم العشاء، ومعاه 6 فناجيل نفس النظام. في بعض الاطقم بيبقى معاه 6 فناجيل، وفي اللي بيبقى حاطط فنجانين 2. معاه الطاجن ده حاجه محترمه جدا زي ما حضرتك شايفه، معاه 6 اطباق الجاتوه، معاه الصينيه بتاع البيتزا اللي هي التقديم. ده الطاجن بتاعه اهو يا جماعه، ده طاجن طقم العشاء، ده بيخش الفرن وده بتستخدميه في التقديم على السفره. معاه 6 اطباق جاتوه زي ما حضرتك شايفه كده اهو. ده 6 اطباق الجاتوه بتاع الطقم ده يا جماعه، ده المضلع. دلوقتي بنشرح لك طقم البورسلين المضلع العشاء، تمام؟ بيكون في حاجه برضه مميزه وحاجه كويسه جدا لما بتلاقي في الطقم بتاعك الست الشياله بتاع البيتزا اهي، زي ما حضرتك شايفه كده اهو. ده الشياله بتاع البيتزا بتاع التقديم، بتحطها كده بتقدمي عليها. دي حاجه جديده في طقم العشاء برضه يا جماعه. ده تكوين طقم العشاء ال 32. مش كل طقم العشاء طبعا ال 32 هتلاقي فيها التكوين دي، لا، المضلع او الموديل ده او الماركه دي هي اللي بتنزل شياله البيتزا. معاه الطبق بتاعه مسطح، بيكون عباره عن 6 اطباق بنفس الشكل ده، و6 اطباق جوه، 6 اطباق جاتوه والطاجن والاثنين مجات، ومعاه ال6 دول بتوعه، وده العشاء المضلع. طيب عندنا طقم عشاء بيكون بالشكل ده اللي هو المدور المزجزج المموج زي ما بيقولوا، بيكون عباره عن 6 بول، بيكون عباره عن 6 اطباق جاتوه، بيكون عباره عن 6 اطباق غواط، بيكون عباره عن 6 اطباق مسطحين. بيزيد عليه ان هو معاه سرفيز زي كده، تمام؟ بيكون معاه سرفيز زي كده، وبيكون يا جماعه معاه جريل بالشكل ده. ده جريل بورسلين
بيكون بالشكل ده. ده جريل تقديم، ده ما بندخلوش لا مايكرويف ولا بنحطه على النار عشان نحافظ على الشغل المجهد اللي معمول فيه. طيب نيجي بقى لاطقم العشاء السيراميك. ايه الفرق بين السيراميك وبين البورسلين؟ مبدئيا هتلاقي طبق السيراميك بتحس ان الطبق عامل زي السفنجه، طبق كبير، حجم كبير، ولكن هو مفرغ خفيف. بتلاقي الطبق رغم كبر حجمه ولكن بيكون خفيف. اما البورسلين بيكون على بعضه كده تقيل، الطبق بيكون معاكي مش السمك بتاعه نحيف ولكن هو بيكون اتقل من السيراميك. ده نوعين اطقم العشاء اللي متوفره في السوق. عندنا منه المدور زي ما قلت لحضرتك، وعندنا منه المطلع. طيب تكوين طقم العشاء دوت بيكون بالشكل ده. بيكون معاه طبق تورته، بيكون معاه مجين، بيكون معاه 2 سرفيز، بيكون معاه 2 سرفيز صغيرين بالشكل ده للكاتشب والمايونيز والطحينه، بيكون معاه شياله للبيتي فور والبسكوت والكحك زي ما حضرتك شايفه، بيكون معاه 6 اطباق غواط، 6 اطباق مسطحين، 6 اطباق جاتو، معاه 2 سرفيز، ومعاه بيوع الكاتشب الصغيره اللي هي دي، وبيوع المخلل، ومعاه بيوع لسان العصفور. ده التكوين بتاعه، دي اشكاله ودي كلاته. طيب عندنا حاجه زي البورسلين ده، حاجه زي ما حضرتك شايفه كده ميدن ان تركيا، ده تبع شركه كوتاهيا، بيكون بالشكل دوت. حاجه ساده كده للناس اللي بتعشق الاطقم الساده العشاء. في حاجه زي كده وفي حاجه زي كده. عندنا منه ديكالات كتيره واشكال كتيره. تابعيتنا على صفحتنا على اليوتيوب وانتظري كل جديد، وتعرفي مننا طقم العشاء بتاعنا، التكوين بتاعه وكيفيه الاستخدام بتاع طقم العشاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.